خبر سار للمتقاعدون المغاربة في 2025. لكن قبل خوض هذه النشرة لا تنسوا دعمنا في القناة لكي تتوصلوا بالجديد. مرحبا بكم مشاهدينا الكرام. أضافت نادية فتاح العلوي في معرض جوابها عن سؤال كتابي للنائبة البرلمانية عن فريق الصلاة والمعاصرة بمجلس النواب. أفادت نادية فتاح العلوي أن الحكومة قامت بتحديد الحد الأدنى للمعاشات يصل إلى 1000 درهم شهريا. بالنسبة للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي 1500 درهم نظامي للمعاشات المدنية والعسكرية والنظام الاجتماعي لمنح رواتب للتقاعد. وطلب فريق الصلاة والمعاصرة بمجلس النواب بزيادة في المعاشات للمتقاعدين للقطاعين العام والخاص، وكذلك قرار الحكومة رفع للأجور للموظفين للقطاع العام ضمن اتفاقها مع النقابات في الحوار الاجتماعي. وفي سؤال شفوي وجهته البرلمانية نادية فتاح العلوي إلى رئيس الحكومة أن الشغيلة في القطاعين العام والخاص تلقت بارتياح كبير قرار الزيادة في الأجور الذي أقرته الحكومة. ومن بين الإجراءات التي تم اتخاذها أشارت الوزيرة إلى أن الزيادات التي تم إقرارها في سنة 2022 للمعاشات للصندوق المغربي للضمان الاجتماعي بالنسبة 5% مع حد الأدنى قدره 100 درهم بإثر الرجعية ابتداء من يناير 2020. وشددت المتحدثة ذاتها إلى أن التزام الحكومة بتحسين أوضاع المتقاعدون سواء في القطاعين العام أو الخاص من خلال مجموعة من الإجراءات التي تستهدف تعزيز كرامة المواطن وتحقيق العدالة الاجتماعية.